النقطة الأخرى اللي سمعت اليوم بأنه كاين بعض المديريات الإقليمية بغاو يمشيو في اتجاه ديال تفعيل مسطرة العزل، ترك الوظيفة، راكي واهمة. راه ترك الوظيفة راه عندها الطرق ديالها. تنتكلموا على ترك الوظيفة abandon the post، ترك الوظيفة لواحد الموظف اللي ما جاش العمل، صيفطنا له الاستفسار 7 أيام ما جاوبش عليه، تنديروا معاه الإجراءات ديالو. أما هذا الموظف راه ماشي ترك الوظيفة، هذا ماشي الحكم ترك الوظيفة، لأنه هو متغيب بفعل الإضراب. خصك تسمي الامور بمسمياتها. قول ودي التغيب بفعل الاضراب، انت ما قادرش تقولها صحيح، لان تقول لي معلتي او قانون النص التنظيمي تنظم الاضراب فتعتبر تغيب عن العمل. ما كاين مشكل، ولكن راه ليس ترك الوظيفه. والا لا فتحتي الباب ديال ترك الوظيفه والعزل وهذه الاجراءات ديال العزل، راه غتفتح على بابك واحد الباب ديال جهنم اللي ما عنده لا قبل له ولا بعد له. وننبه الاخوان في الوزاره والحكومه، وهذه الحكومه تاخذ وتعقل اكثر. فما معنى الثمن انك دير، والا انت الا كانت غتطبق هذه المسطره ترك الوظيفه طبق هذه 3 شهور، ما تجيش هذوك وتطبق. علاش ما طبقتهاش 3 شهور هذه؟ فانا الراي ديالي بان ما نديروش انتقائيه في التعامل مع النصوص القانونيه. ترك الوظيفه راه عنده المسطره ديالو، عنده الحيثيات ديالو. اما في هذه الحاله هذه، هذوك الناس اليوم العادي والبادي العالم كله عارف بانهم دايرين اضراب. ما كاين حتى معنى دير ترك الوظيفه لهاد الناس هذو، ولقاو الحل. ما دون ذلك راه حنا غير تنصيدوا في الماء العكر، وما عندنا تشي نتيجه في هذا الباب. طبعا لما تنشوفوا هذه الاحداث وهذه هذه الاشكال، المدرسه واقفه، كل شيء واقف، درنا الحوار، درنا مفاوضات، درنا محاضر، ما كاين حتى حاجه. حتى السؤال مطروح اليوم حول مستقبل هذاك المحضر ديال عصر دوجنبير ومحضر ديال 26 دوجنبير، ما مصيره ما مستقبله. المفروض ان الحكومه ملي درتي 26 محضر 26 دوجنبير، دخلتي في يناير، خصك تبداي في الاجراءات ديال التفعيل ديالو بالمراسيم. لان ما حضرتي يبقى محضر، سنفعلوه بمراسيم، خرج مراسيم داكشي اللي التزمتي به خرجوا، باش تكون عربون ثقه لهاد الناس. بالفعل الحكومه ستلتزم. انت اليوم احنا في اليوم الخامس من يناير وما كاين حتى شي حاجه. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق يوفق بلادنا ويدير اللي فيه الخير، اللي يدير فيه الخير.